هل انت لاعب الجولد السيء اللي مكروه من كل اصحابك بسبب انك كل شويه لما يلعبوا معاك 2 في 2 تموت اول الجيم؟ هل انت عايز تخلص من لقب الجولد الفاشل الحقير اللي كل زمايلك البلات والدايموند بيتريقوا عليك بيه؟ انا جبت لك الخمس حاجات اللي تخليك قاعد في الجولد مريح ما بتتحركش فاشل. بس المره دي انت هتغير الموضوع ده جدا. بص يا باشا، اولا عندك خمس اسباب. اول سبب منهم انك بتكرر نفس الدوج بتاعك، سواء بقى كان ان داون فوق تحت يمين شمال، انت بتكرر نفس الدوج. فدي مشكله، لازم تحل المشكله دي بانك تنوع دوجاتك، مره فوق مره تحت مره يمين مره شمال. مش معنى ان حضرتك انا قلت لك تغير دوجاتك يبقى الدوج داون وحضرتك هتموت يعني تيجي هنا وتعمل لي دوج داون. لا، الحياه مش شغاله كده، هتلاقي نفسك مت بقى. لازم كل ما هتلعب، يعني كل ما هتلعب هتستفاد وتعرف انك لما تكرر الدوج مش هتستفاد حاجه. يعني مثلا خلينا نقول ان البوت ده راندوم، دلوقتي انا مش عارف هو هيدوج ازاي، فهاجي اريد مش هيتريد. لكن هو دلوقتي هو غيرك مش هيعمل نفس الدوج اللي هو داون اوت، فلما هاجي اريده كده هيعمل دوج ان ومش هيتريد. انت لو عملت نفس الحوار ده مش هتتضرب بنص الكومبوات اللي بتشيلك من على البشريه تقريبا. بعديها عندنا عدم التطنيش، يعني انت ما بتطنش اللي قدامك لما بيعمل حركه غلط. على سبيل المثال البوت هيقعد يسبام نفس السجايه مره 2 3 4 5 6، وانت طبعا مش عارف تعمل ايه. انت لاعب جولد حقير مش عارف تمنش السجايه، فانت هتستناه يخلصها وتبنشه بكومبو ترو، اللي هيبقى واحد من الخطوات اللي هتتعلمها بعد كده. خلينا بس نسكت البوت الحيوان. ما تستعملش ترو كومبوز اللي عندك ليه؟ بص يا باشا، كل سلاح ليه ترو كومبو. على سبيل المثال هنقول هنا الهاتوري في الداون لايت سير في السبير، والداون لايت اي كنافه بالسورد عادي شغال. حضرتك مش عارف تعمل له اي شيء، بس ممكن لما يخلص السجايه تبنشه بدي لايت، تبنشه باي شيء، سواء كان دي لايت، انا سايق اوي، دي لايت سير، دي لايت ريكفري، اي كنافه. فاهم؟ لازم تبنش، لازم تستنى مثلا يخلص السيج جايه كده تعمل له تريكون. ممكن تبنشه بالداون لايت سير كده اهو، هيجي يعملها تاني تبنشه بداون لايت سير، على حسب بقى، حسب موقفك وسلاحك ودنيتك. ترو كومبوز دي هبقى اعمل لها فيديو بعدين، ولكن مش دلوقتي خالص. اللعب الاجريسيف لو هتلعب ضد شخص حريف مثلا، نستعمل احنا كده السول، تيجي تخش عليه مره واحده هيدوج وهيمسكك يديك علقه كمان. يعني بص مثلا يمسك السبير، يعني انت بس هتلعب اجريسيف فانت طبعا هتيجي تسجل، هو يقوم عامل لها دوج ويبنشك زي ما انت كنت بتعمل مع لاعب الكوين نايل السيء. هو انا اللي سيء. فانت ايه، ما تلعبش اجريسيف قوي وما تلعبش باسيف قوي، خليك في النص، ما تبقاش كان حقير مكروه من جميع البشر اللي هي الريجنج. بمعنى صح، تلعبش اللعبه دي وانت متعصب. لو هتلعب وانت متعصب ممكن تلعب الكاستم جيم روم، وده مكان مثالي لامثالك يعني. بعيدا عن ان انا اتعلمت اللعبه دي في كاستم جيم روم، اصلا ما دخلتش رانكد غير وانا بلات، ما كنتش بلعب غير مع ناس صحابي كانوا بيشدوني. لو مثلا لسه قاعد بيسبام زي كده، ممكن لو عايز تعمل له ستان حلو ترمي عليه السلاح، حركه زي دي تعمل لك دامج حلو جدا، تعمل له هو ستان عشان ما تتضربش بمعظم سجاته. وصح هيستوعب الموضوع ده لو هو لاعب كويس، يعني هيبتدي يستوعب الموضوع ده حبه ورا الثانيه ومش هيكرره تاني. ولكن لو انت عايز تطلع من الجولد لعيبه تراش، هتفضل تعمل الحركه دي هتطلع منه عادي. انا طبعا ما طلعتش منه زي ما حضرتك شايف كده.